اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم، وربنا يجعل أيام الأسبوع هنا وسعادة وفرح يا رب على المسلمين كلهم أجمعين. النهاردة كده الجمعة، جمعة مباركة عليكم. ودي مشتريات بسيطة جدا من السوق. جبت طماطم اهي جامدة واستفندي، وجبت تفاح بس كده مش اكتر. انا طبعا عندي في التلاجة من الاسبوع اللي فات. ثواني. انا عندي يا جماعة من السوق اللي فات عندي كوسة اهيا، وعندي جزر حطاهم في كيس كده، هو ما باظش دي حاجة كده بس عليها اهي، عشان تحتفظوا بالخضار سليم اسبوع واتنين. تجمدوا عليه كده الكيس وما يوصلوش هوا ولا ميه، وكويس جدا اهو. باخد منه واربط عليه زي ما هو، زي ما انتم شايفين دي جامده اهي. بس هي زي ما قلت لكم. تعالوا نفتحه ونشوفه برضو ايه على الطبيعه. تمام. وعندي هنا جزر في الكيس زي ما هو، وعندي خيارايه واحده كده اهي. وطبعا دي طماطم بتاعت السوق اللي فات طيبة اهيا. هنغسلها بقى مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه. وكان عندي كام سفندياية دول من السوق اللي فات برضو اهو. وكان عندي برضو ايه حبة بلح اصفر كده، ومنهم كم بلحاية سودة. مش ان هو بايظ، لا، هو بلح اسود وبلح اصفر من ده كده طاب. لكن هو مش بايظ يا جماعة اهو. تمام. هنحط حاجتنا دي كده في التلاجة. ثواني اهو يا جماعة. اهو كوساية من كوساية اهي. اللي عليها اهي زي ما قلت لكم اهي، قشرة بس كده مش اكتر اهي. انا احطها على جنب كده نغسلها برضو ويا بعض اهو. كله زي ما انتم شايفينه اهو، من قلب الكيس مفيش حاجة خالص بايظة، والكيس نضيف اهو زي ما انتم شايفين. نرجعهم بقى كده مع بعض ونحط حاجتنا في التلاجة ونشوف هنعمل ايه تاني ويا بعض. دلوقتي يا جماعة بقى ندخل على الغدا بتاعنا. ده طبعا رز معمر اللي معايا من زمان عارف اني بحط عليه فلفل اسود، ودي سمنة اهي، وحطيت عليه الملح اقلبهم كده مع بعض اهو. وهدخلهم الفرن. انا عندي الفرن شغال اهو. هحط عليهم حبة من الزيت كده، معلقتين من زيت اهو يا جماعة. حطيت على زيت اهو، هقلبه بقى كده مع بعض وهندخله الفرن. تقدري تحطي فلفل ابيض او ما تقدر ما تحطيش خالص عادي، لكن انا بحبه على الفلفل الاسود، ده بيكون جميل جدا جدا. بالفلفل الاسود ما بيكونش وحش، واللي معايا من قبل كده عارف اني بحط عليه فلفل اسود. تمام. هحطه في الفرن ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. انا هقلي بطاطس جنب المعمر طبعا. خرطتها كده وغسلتها وحطيتها بس في ميه على بال ما اجي اقلي علشان خاطر ما تسودش. وهنا دي محتويات السلطه بتاعتنا: جزر وخيار وطماطم وبصلايه حمراء، وطبعا البصل الاخضر لا يخلى من كل بيت. تمام. وعندي شبت على كزبره كده في الفريزر، هبقى اطلع منه شويه. تمام. تمام. تعالوا بقى نعمل حاجة تانية. هنحطها وهي المعمر في الفرن كده على بال ما يخلص تكون هي خلصت. طبعا يا جماعة اللي فاكر اللب ده اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، لكن ما حذفنيش الحظ ان اوريه لكم بعد التحميص. تمام. انا هحمص الشوية دول اهو،
وشوية تانيين اهم في الكيس. تمام. هاخد دول الاول كده هنقيهم، لان زي ما احنا شايفين في شوايب اهو وفي حاجات، هنقيهم ونشوف مع بعض هحمصه ازاي. تمام. خليكم معايا بالفيديو، اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك والاشتراك في القناة يا احلى اخوات. دلوقتي يا جماعة بعد ما نقيت اللب اهو زي ما انتم شايفين، نقيته كله طبعا طلع منه كتير، حب فاضي وعفش يعني وحاجات من دي، لانه كان جاي من الغيط على طول يعني، وانا ما نقيتوش ونقيته كله بقى. وقلت بقى ايه هعمله على بعضه كده. دي مش حبايه بايظه، هي حبايه لب سودا كده، مش وحشه اهو، مش وحشه، هي القشريه بس اللي سودا. تمام. دلوقتي بقى هوريكم انا هعمله ازاي. بنتي هتمسك التليفون وانا هعمل. تمام. اديك شويه اهو يا جماعه. دلوقتي معانا ايه، معايا ميه بيضه اهي. تمام. هعمل كده، هندي بقى اللب اهو. تمام. هقلب بقى كده في بعضه اهو لحد ما اللبن اللب كله يتندى كده من الميه اهو. تمام. لقيته محتاج كمان شويه ميه اهو. تمام. وهحط عليه تاني ملح اهو. اهو ملح ابيض خالص اهو بتاع الطبيخ. حطي بقى الكميه اللي انتي شايفاها اهو. ويتقلب كده في بعضه اهو بالطريقه دي كده. احط له كمان حبه من الملح اهو. هقلب بقى وارجع لكم تاني مع بعض. اهو يا جماعه انا كده ظبطت اللب اهو بالملح بتاعه، واظن واضح معاكم اهو حبايه اللب متغلفه من الملح. وعملت طبعا الصينيه دي بنفس الطريقه، ما عملنا دي عملنا دي. تمام. ودلوقتي ده شكل المعمر بتاعنا اهو في الفرن. هو خلاص خلص، لان تنقية اللب خدت وقت، لانه كان في حاجات كتير اهو زي ما انتم شايفين. انا هخرجه كده وهغطيه بره، وهدخل اللب هنا، بس ايه هوطي عليه بقى النار برضو كده علشان ما يبقاش عالي قوي ما يبقاش واطي قوي. تمام. وهنا كده يا جماعه اهو حطيت اللب في الفرن، وشلت الشبكه اللي كانت هنا اهي. هقفل عليه بقى ونشوف نعمل. ده شكل المعمر اهو بعد ما خرج من البوتاجاز. بالهنا والشفا عليكم وبالهنا والشفا علينا. دلوقتي بقى هولع النار كده علشان هقلي البطاطس واجهز السلطه. تمام. وكده يا جماعه ده شكل اللب بتاعنا اهو. طبعا انا حطيته وكنت كل شويه كده بشده اقلبه اهو. طبعا هو حمص اهو. هطفي عليه النار وهسيبه بقى جوه الفرن كده لما يبرد. زي ما انتم شايفين يا جماعه هو حامص اهو اهو. والملح بتاعه مظبوط، لاني انا كنت عاملاه قبل كده يعني، وعارفه ان كده ملحه مظبوط. دي بقى لو انت حابه تحطي له لون عشان يبقى اصفر زي اللي احنا بنشتريه من المحلات بالظبط. لما كنت بضيف له الميه في الاول تقدري تقلبي فيها كركم او كاري اللي انت بتحبيه منه،
وكده بيبقى يلونه وبيبقى اصفر الشكل بتاع المحلات بالظبط. تمام، انا كده هطفي عليه النار اهو. هو كده خلص، وهسيبه بس في ضي الفرن على ما يبرد. هوريكم ازاي بحتفظ بيه في الفيديو التاني بقى ان شاء الله. تمام. وهنا برضو الطماطم اهي، انا حطيتها على النار، غسلتها وشقتها من النص كده، وحطيت عليها ندعة من المية، ولعت على النار هنا كده بحيث ان هي تتسلق اهي. زي ما انتم شايفين هي اتسلقت. هطفي عليها بقى وهسيبها تبرد اهي، وهسيبها تبرد. ولما تبرد هنشوف هنعمل فيها ايه في الفيديو التاني. تمام. ودلوقتي بقى يا جماعة احنا كده خلصنا يومنا. ده كده غدانا. عملنا سلطة اهي زي ما انتم شايفين، بس انا بشرت الجزراية لان ولادي بيحبوه مبشور. وهنا المعمر اهو، وحمرت البطاطس زي ما قلت لكم، وسلطة كمان لانه هو رز ناشف فبيبقى محتاج معاه سلطة. واتمنى كده الفيديو يكون عجبكم وينال رضاكم واستفدتوا منه لو معلومة بسيطة. استنوني الفيديو الجاي بإذن الله. هوريكم فيه الطماطم وهوريكم فيه اللب بحتفظ بيه ازاي. انتظروا كمان فيديو قوي. روتين كده ولاد اللي عاملينه، من تنظيف لتسييق لمسيح لكل حاجة، بنات اللي عاملينه من الألف للياء إن شاء الله. أتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة، وغدانا يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك يا جماعة. مع السلامة.